امال الاسطى يوسف فين يا عسل؟ لسه يوسف طلع بره يجيب حاجه وجاي. طب لما يجي قول له ان انا سالت عليه يعني. اقول له مين؟ قول لاخوك ماشي؟ تعالى اقعد اتفضل اروح ادولك بسرعه واجي. طيب ماشي. يا سبحان الله يا اخي، مش انا اللي كنت بتقعد تقول لابوك ان مش نافع في التعليم ولا نيله، وبتقعد تقول له ده بيهرب من المدرسه وبياخد فلوس الدروس وبيصرفها على القهوه واصحابه؟ لا وبتقول له ده عيل فاشل ومش نافع. شوف مين فينا اللي فاشل دلوقتي. لا وكمان جاي تصرف مني انا فلوس. انا ما شفتش كده في حياتي يا جدع، ما شفتش كده في حياتي يا جدع. فين يا ابني؟ اخويا ابو ياسين الغالي، والله لما الواد قال لي ما صدقت. ياسين اجري اعمل لي 2 شاي بسرعه. اخيرا يا جدع جيت زرت اخوك، والله شرفتني والله. بس انا كنت معدي كده يعني فقلت اعدي اسلم عليك يعني كده. انت اخبارك ايه والدنيا عندك عامله ايه؟ والله تمام وبخير الحمد لله. ايوه كده يا عم، زورنا على طول كده، حسسني ان ابويا لسه ما ماتش. قلبك ابيض يا يوسف، ده انا جاي استلف منك فلوس بس شكلي كده هاخدها من قصيرها بدل ما تشمت فيا. طب استاذن انا بقى امشي عشان خاطر الحق بس مشوار يعني. ايه ده هتمشي كده على طول؟ طب استنى نشرب الشاي حتى، ده انا عامل حسابي نتغدى سوا. الشاي يا والله ياسين. مستعجل معلش خليها مره تانية بس ان شاء يا الله. جدع برن عليك كتير على الواتس وببعت لك على الواتس ما بتردش ليه؟ اصل التليفون اللي عليه الواتس بايظ فماشي بده دلوقتي يعني. يلا تعوز حاجه بقى دلوقتي؟ ايه ده؟ وايه الاشاعات والتحاليل؟ ايه ده؟ هو لابس شبشب؟ ده اخويا كان بيتكسف ينزل من بيته بشبشب، شكله كده كان جاي يقول لي على فلوس بس انكسف. يلا استاذن. هتعوز حاجه؟ السلام عليكم. ابو ياسين ايوه كنت عايز اشارك في حاجه كده. خير اتفضل. انا معايا 7-8000 جنيه، وانت عارف طبعا ان ده مبلغ صغير، ولا يسالوا يروحوا بنك ولا يروحوا بوسطه، فكنت عايزك تخليهم معاك كده لحد ما احتاجهم مني. لا يا عم ابعد عني، العيال عندي في البيت شاطرين ممكن اضيع اي حاجه كده ولا كده، انا مش ناقص. لا ما انا قبل ما احتاجهم اعرفك قبلها فتره كبيره يعني. عشان خاطري يا ابو ياسين خليهم معاك، انا والله مش محتاجهم خالص دلوقتي. انت عارف انا كنت جاي لك ليه اصلا؟ عشان تطمن عليا يا جدع، هو احنا مش اخوات ولا ايه؟ اي نعم امنا مش واحد بس ابونا واحد، يعني الدم واحد. عندك حق، كل ما افتكر اني كنت بدايق وانت صغير بزعل من نفسي قوي. يا جدع ما تقولش كده، اكيد كنت خايف على مصلحتي برضه. سلام. صحيح انا كنت بدور على حد يمسك لي حسابات الورشه، فواتير طالعه فواتير داخله حساب عملاء حساب موردين، فكنت عايزك تجي لي يعني بعد الشغل 2-3 كده تظبط الدنيا دي، واللي انت عايزه طبعا يا ابو ياسين. ايوه بس انا بقبض 25000 جنيه. اتكل على الله انت، بس عشان تعرف الشغل.